اسهم الكتريك رجعت مره تانية، والمره دي احسن من الاول بكتير. لو انت عارف ثاندر من زمان يبقى انت سمعت عن اسهم الكتريك، خليك معايا لاخر الفيديو ده هقول لك على ايه كل الجديد. ولو انت ما سمعتش عن اسهم الكتريك وبتدور على شركات قويه تستثمر فيها على المدى الطويل، خليك معايا هقول لك عن الموضوع كله من الاول. ايه اللي ممكن تتوقعه في الفيديو ده؟ 3 حاجات هتطلع بيهم في الفيديو ده. اول حاجه ايه هي اسهم الكتريك، تاني حاجه المنهجيه اللي بنختار بيها اسهم الكتريك بالشراكه مع رامبل، تالت حاجه مين هم رامبل وازاي ممكن يساعدوك في اختيار استثماراتك. قبل ما نبدا خليني اقول لك ايه هو التحليل الاساسي. الموضوع ده احنا كنا اتكلمنا فيه قبل كده في فيديو اسمه ازاي تكسب مع رامبل التحليل الاساسي. خلينا نشوف بسرعه حته منه. ايه هو التحليل الاساسي؟ التحليل الاساسي ده تذكرتك ان انت تلاقي شركات قويه تستثمر فيها على المدى الطويل. تخيل معايا مثلا انك تشتري عربيه مستعمله، مش بتشتري اول عربيه بتشوفها، الاول بتبص ماشيه كام كيلو، عربيه جديده ولا لا، محتاج تصلحها، طيب لما تيجي تبيعها في المستقبل هتبيعها بكام؟ في الاخر انت عايز تعرف ثمن اللي انت هتدفعه ده يستاهل ولا لا. التحليل الاساسي نفس الحاجه بس لشركات. وهي دي نفس الطريقه اللي احنا بنلاقي بيها شركات قويه نستثمر فيها على المدى الطويل. نموذج عمل قوي، ان الشركه تكون قادره تحقق ارباح، ان الشركه يكون عندها معدل نمو اعلى من المتوسط، وفي الاخر بنبص على تقييم الشركه اذا كان يستاهل ولا لا. ايه هي اسهم الكتريك؟ بمنتهى البساطه اسهم الكتريك هي عباره عن مجموعه شركات بتقدم باستمرار نتائج ماليه اعلى من متوسط السوق. انا بعتبرها زي شوبينج ليست، باجي كل شهر اختار واشتري الشركات دي وببيع لو الشركات دي خرجت بره الليسته. كل شهر خبراء رامبل بيحدثوا الليسته دي، هتلاقوها على تطبيق ثاندر، وكمان بنبعت بيها ايميل. واللي مش عارف، رامبل هي منصه توصيات استثمار من نفس الشركه اللي ورا ثاندر، واحكي لك على رامبل اكتر في اخر الفيديو. منهجيه اسهم الكتريك. دلوقتي تعالوا نفهم مع بعض المنهجيه اللي ورا اسهم الكتريك من غير ما نخش في تفاصيل كتير. خبراء رامبل جم قيموا اساسيات كل شركه مدرجه في البورصه المصريه بناء على 6 عوامل. مهم جدا انهم قاسوا كل عامل من دول بكذا طريقه. اول عامل هو النمو، ده بيقيس ازاي الشركه قادره تكبر في السوق بتاعها وازاي قادره تزود مبيعاتها. تاني عامل هو استقرار الاداء المالي، وده بيخلينا نعرف اذا كان الشركه قادره تخلق ارباح بشكل مستمر. تالت عامل بقى هو الربحيه والكفاءه. اي شركه في الدنيا عندها موارد، بنبدا نبص اذا كان الشركه قادره تستخدم الموارد دي عشان تخلق دخل اكتر. نيجي بقى للمخاطر والملاءه الماليه، ده رابع عامل. هنا بنبص على المركز المالي بتاع الشركه والالتزامات اللي عليها كنسبه من الاصول، كل ما كان اقل كل ما كان احسن. خامس عامل هو جوده الارباح، وده بيورينا اذا كان الارباح اللي سجلتها الشركه على الورق اترجمت لكاش فعلا ولا لسه الارباح دي هتستلمها في المستقبل. نيجي بقى لاخر عامل وهو التقييم. الشركه ممكن تكون اساسياتها قويه جدا، تيجي تبص على سعرها تلاقيه غالي، احنا بنتاكد ان سعرها دلوقتي مناسب ان احنا نشتريها. خبراء رامبل بقى بياخدوا كل العوامل دي في اعتبارهم، بيطلعوا بقائمه كل شهر، وهي دي اسهم الكتريك. لو انت شخص عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المنهجيه هتلاقيها على ويب سايت ثاندر بلوج، هتلاقيه في الديسكربشن. ولو حابين خبراء رامبل يعملوا لنا فيديو يتكلموا اكتر عن المنهجيه اكتبوا لنا في الكومنتس. طب هتقولي فين قائمه الكتريك ستوكس بتاعت اكتوبر؟ هتلاقيها على ابلكيشن ثاندر في صفحه استكشف. ازاي رامبل ممكن تساعدك في اختيار استثماراتك؟ قبل ما نمشي كنت قلت هكلمكم اكتر على رامبل. رامبل منصه توصيات استثمار بتقدم نوعين من التوصيات. اول نوع هو توصيات مبنيه على التحليل الاساسي. انت المفروض دلوقتي عارف يعني ايه تحليل اساسي، وان دي شركات قويه بتستثمر فيها على المدى الطويل. اما الناس اللي بتدور على احسن نقط دخول وخروج من اي سهم، رامبل برضو بتقدم توصيات مبنيه على التحليل الفني. ومش بس توصيات، رامبل كمان بتقدم مجتمع حصري على ديسكورد تقدر تتواصل مع خبراء رامبل عليه، تسال اسئلتك ويجاوبوك.